مساء الخيرات. ان شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم ان شاء الله. اتمنى من ربنا يفك ما نحن فيه. كلنا نحن دي كلنا العرب كلهم في ازمه، واحنا عندنا خبر سابق، يعني احنا عارفين ان هيجي علينا وقت الناس كلها تيجي علينا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاتمنى من ربنا ان يكون اللي جاي احسن. طيب، ابراج الجلاله او المنتج جلاله عامله ابراج، اكيد كل الناس كلمت حضراتكم واحنا صدعناكم بالكلام عنها. طيب، انا شايف اهم ميزه في الموضوع ايه؟ ان الناس عرفت ان العين السخنه فيها حاجات حلوه. لان انا كنت بشوف ناس بتتكلم عن العين السخنه دي كانهم، يعني انا اسف، مرات ابوهم. لا، السخنه اوعى معرفش ايه. دلوقتي معظم الناس اصلا اللي كانت بتقول كده هي اللي بتقول ايه؟ لا دي فرصه حلوه الحقوا معرفش ايه كده. كل حاجه في الدنيا ليها ميزه وليها عيب يعني، ومن اهم مميزاتها زي ما قلنا ان احنا ايه؟ عندنا الناس هتتكلم بقى، الناس تتكلم عليها كتير وتقعد تقول دي السخنه والجلاله والخدمات والمارينا وكل الكلام اللي انتوا سمعتوه 1000 مره ده. فمش عايز افضل اعيد تفاصيل يعني، ولكن انا هتكلم في مبدأ عام. المبدأ العام ان العين السخنه من زمان هي اتأخرت شويه، اتأخرت. هي حلوه جدا يعني، انا من الناس اللي كنت مقتنع جدا 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 ولحد دلوقتي مقتنع بالعين السخنه ان هي حاجه مش هتتعوض بسهوله. السواحل في العموم مش هتتعوض بسهوله. ربنا زي ما قلت ادانا مساحه على البحر، اذا كان بحر ابيض ولا بحر احمر، وهتخلص مش هتكون موجوده ليوم القيامه فتاني يعني. فانا قلت حتى في فيديو عملته من فتره عن فيلم وثائقي اتفرجت عليه في ولايه في امريكا، ان هم كانوا بيبيعوا بيوت على البحر، عشان بيوت وحشه يعني، كانت على المحيط مش على البحر. بيوت وحشه ومستهلكه ومهلوكه وبحرهم لونه مش حلو وعنيف وعواصف باسعار غاليه جدا لمجرد انه على البحر. ومفيش بقى تقسيط، لان مفيش تقسيط، مفيش شركات تطوير عقاري بتبني وبتقسط على فترات وفي اراضي، لا مفيش خلاص. احنا عمالين نشوف اراضي في القاهره. دايما قلتها للناس يا جماعه خلي بالكم دايما، القاهره الكبرى بتتوسع كل الاتجاهات. يعني احنا شايفين دلوقتي خريطه فيها تجمع سابع وثامن ورابع وتاسع وعاشر ومثلث امل ومعرفش مستقبل سيتي. هتلاقي 500 مكان جديد في القاهره الكبرى. انما لو حضرتك بتفكر تشتري حاجه ذات قيمه لازم تكون عند بحر. انا من رايي كده، انا من رايي كده تكون عند بحر. هو ده اللي انا شايفه مش هيتكرر تاني وهيخلص وهيبقى نار. اهم عيوب الموضوع ان هو فتح علينا الماسوره بتاعت الناس بتاع توجه الدوله دول اللي عارفينهم، اللي هو توجه الدوله بيقول كذا، توجه الدوله ده شراكه مع الحكومه، ده معرفش فين. المشروع مش محتاج فزلكه يعني، خلينا نتكلم، الموضوع مش محتاج فزلكه. انا المشروع شايفه ايه؟ هيبقى زحمه شويتين، الركنات هتبقى زحمه شويتين، البحر هيبقى زحمه شويتين. في ناس بتحب كده، في ناس بتقول كده لا ده كده هيبقى اكتر وشغال ويبقى معاك، ما عنديش مشكله. وفي ناس تانية بتقول لا هيبقى زحمه. حضرتك عندك مشاريع تانية، مشاريع تانية ممكن تعمل فيها اللي انت عايزه. العين السخنه هتبقى الفتره الجايه، انا ما بحبش استخدم الكلمه دي ولكن ترند بقى ماشي. الاسعار هتبقى لسه هتطلع تاني، في ناس هتبدا تعرفوها. في اراضي كانت ناس كحيانه مش عايزه تشتغل هتشتغل دلوقتي غصب عنها، لان في سبوت عليهم هيخلي الناس تقول ايه ده، دول متاخرين، دول عاملين، دول لازم ينجزوا. طب اسحبوا الارض ادوها المطور تاني، ده في ناس عايزه اراضي ومش لاقيه. فالموضوع كله جاي في المصلحه يعني، مش حاجه وحشه خالص الابراج اللي حصلت في المنتج. اللي انا كنت اتمنى ان هي تكون في حته تانية مش جوه المشروع عشان الزحمه بس. وخلي بالكم الحاجات اللي هتكون شايفه الابراج هيكون ليها قيمه كبيره برضو، لان المبدا اصلا في الحته دي ان الكل شايف البحر، المعظم يعني المبدا. انما هبقى شايف البحر والبرج هيبقى ليها قيمه. اعرف ان في شويه ابراج في الامارات، ربنا يحفظهم ويحفظ كل بلاد العرب، ان هو شايف برج خليفه فهو سعره اعلى من برج خليفه نفسه. فاهمني؟ اللي هو باصص على البرج هو عنده فيو، يعني الفيو ده ليه تمن غير ان هو يكون جوه البرج مش شايف. لان المبدأ هناك ان انت شايف البحر. فطبعا قصه المارينا ان شاء الله تتحل، هو يعني مش تحل تبقى احسن، لان في مارينا اصلا دولي موجوده في المنطقه بتاعه الجلاله، وفي اكوا بارك كبير جدا في منتجع الجلاله. الحته جاهزه تتهيأ، ومول كبير جدا جدا جدا، وتلفريكو، في حياه هتبقى حلوه جدا. تقدر
تعيش فيها. انا رايي كده بقولها للناس، ومعظم الناس اللي انا بعت لهم في العين السخنه ان المكان ده ممكن يتعاش فيه من وجهه نظري، لقربه من القاهره، لجو الكويس، شغال طول السنه. انا من وجهه نظري مش زي الساحل موسم وبيقفل. طبعا الساحل ليه جماله وحلاوته وكل حاجه، ولكن الحته دي نقدر نسكن فيها. مش عايز اكون اعيد كلام كتير انتوا عارفينه. اي تفاصيل هتبقى موجوده، الارتفاعات بتاعت الابراج 20 دور، ما اعرفش على كام سنه، نظام التقسيط، كل الكلام ده نقدر نبعته لبعض. انما المبدا ان احسن ميزه حصلت في الموضوع ان الناس كلها العين السخنه العين السخنه العين السخنه العين السخنه. فاتمنى من ربنا اكون وضحت لكم اي فكره تكون تساعدكم في التفكير ان شاء الله. وطبعا الارقام بتبقى موجوده في اخر الفيديو لو حد حابب اي استفسار او اي مساعده. اشوفكم على خير.